السلام عليكم حبايبي، ومرحبا بكم في قصص بالصوتي. كاين قصص كدوز وقصص كتبقى محفورة في القلب، وقصتنا اليوم من النوع اللي كيبقى حكاية فيها مشاعر حقيقية وقرارات صعيبة ونهاية ممكن ما تكونش متوقعة. ركز معايا وخلي قلبك يسمع قبل عقلك. تخيل تعيش مع واحد الانسان اللي كتبغيه وتكتشف ان اكبر خيانة درتها في حياتك كانت مع اقرب الناس ليه. أنا سعاد، بنت عادية من حي شعبي، تزوجت بحمزة وأنا باقية صغيرة. في الأول كنت كنحلم بحياة زوينة، راجل يضحك معايا، نهضروا ونضحكوا ونخرجوا نعيشوا بحال الناس وصافي. ولكن الواقع كان مختلف. حمزة كان خدام بزاف، ولكن المشكل ماشي في الخدمة ديال، المشكل كان فيه هو. كان كيرجع معصب وساكت، وما كيعاودش ليا وما كيسولنيش حتى كيفاش دوزت نهاري ولا شنو الجديد. وحتى انا الصراحه بديت كنقلل معاه الهضره. دازو شهور، من بعد شهور اعوام، وبدات حياتي كتولي روتين ممل. الدار، طياب، الناس. ولكن الحاجه اللي كانت كتضرني هو الاحساس ديال انا بوحدي وانا مزوجه. واحد الليله بقيت كنتسنى كيف العاده حتى نعس بوحدي، ومن داك النهار حسيت براسي راه ماشي مزوجه، غير وحده ساكنه معاه وصافي. واحد النهار قال لي حمزه با غادي يجي يعيش معانا شويه، راه مريض وخاص اللي يقابلي ويعتني به. انا وافقت وبلا ما نعرف ان هذا القرار غادي يبدل حياتي كامله. جبه راجل كبير كالم كيضحك، ولكن عينيه فيهم واحد الحنان غريب. في الاول كنت كنحتارمه بزاف، كنشوفه بحال با، ولكن الفرق هو انه كان كيسمع ليا. نهار على نهار بدا كيتقرب ليا وكيسولني كيفاش كيدوز نهارك، واش ما مرتاحش ولا مرتاحه، واش حمزه معاك مزيان. اسئله بسيطه، ولكن ما عمر حتى شي واحد سولها ليا من قبل. بديت كنحس براسي كنرتاح معاه، كنهضر معاه وانا ما خايفاش وبلا حدود، وكنحس بلي حتى واحد ما محكم فيا. واحد النهار حمزه سافر الخدمه واحد 3 ايام، بقيت انا وباه في الدار بوحدنا. طاح الليل وظلامت الظلمه وانا كنت خايفه. خرجت للصاله، لقيته حتى هو جالس وما جاش نعاس. بدينا كنهضروا ويقول لي واش ما جاكش نعاس، قلت لي لا. المهم بقينا كنضحكوا، عاودت لي على حياتي وعلى الفراغ اللي كنحس به. شاف فيا هو يقول لي انتي ماشي خاصك تعيشي هكا، انتي تستاهلي الحب. هاد الجمله دخلت لقلبي وما فهمتش كيفاش، ولكن قرب ليا وانا ما بعدتش. كانت اول غلطه ولكن ما كانتش الاخيره. من داك الليله كل شيء تبدل. وليت كنتسنى حمزه غير يخرج باش نبقى مع باه، وليت نهضر نضحك، وحتى داك القرب اللي ولا عندي من جهته ولا عندي عادي. ولكن في الداخل ديالي كنت عارفه بلي هادشي كان خطأ كبير. كنت كنحاول نحبس ولكن ما قدرتش، حيت اخيرا حسيت بشي واحد كيهتم بيا. ولكن واش فعلا كان مهتم بيا ولا غير كيلعب بيا؟ بديت كنلاحظ تصرفات غريبه. باه مره كان كيشوف فيا وهو مقلق، ومره كيولي فجأة بارد، ومرة كيتعامل معايا بحال ما واقع والو. واحد النهار سمعتو كيهضر في التليفون، وكان كيهضر مع شي واحد وكيقول لي خاصنا نخبيو كل شيء. قلبي داك الساعه بدا كيضرب، شنو اللي خاصو يتخبى؟ واش كيهضر على العلاقه ديالنا ولا كاين شي سر اخر؟ نهار كنت كنقلب في التصاور القدام، لقيت واحد التصويره قديمه مغبرين وفيهم الصفوريه، ولكن فيهم الذكريات ديال العائله. حتى طاحت عيني على واحد التصويره. ديك الساعه النفس ديالي حبس. حمزه وهو صغير وواقف حداه باه، ولكن اللي خلعني هو داك التاريخ وديك الهضره اللي مكتوبه ورا التصويره. انا وولدي حمزه اول نهار شفتو فيه حسيت بالدم تجمد في عروقي. واش هادشي ممكن؟ بقيت كنشوف التصويره ودموعي كيطيحوا بلا ما نحس. عرفت شنو درت وتفكرت كاع الاغلاط اللي درت والخيانه اللي درتها في حق راجلي. ولكن انا خنت راجلي مع با هادشي. طيحت صويره وبديت كنغوش من الداخل، ولكن الكارثه الحقيقيه مازال ما سالات. في ديك اللحظه سمعت الباب كيتحل، وكان حمزه واقف كيشوف فيا في الصويره اللي في الارض. اسوأ لحظه في حياتي ما كانتش ملي خنت، ولكن ملي تشديت وشافني بعيني.
بقيت كنشوف التصويره ودموعي كيطيحوا بلا ما نحس. داك الراجل اللي خنت راه راجلي، واللي خنتو معاه راه باه. تما عرفت المصيبه اللي درت قداش. طيحت التصويره من يديا وبديت كنغوش من الداخل ديالي، ولكن الكارثه الحقيقيه مازال ما وقعت، حيت في ديك اللحظه سمعت الباب كيتحل وكان حمزه واقف وكيشوف فيا في التصويره اللي في الارض. أسوأ لحظة في حياتي ما كانتش ملي خنت، لا، ولكن كانت ملي تشديت بعينين راجلي وانا كنخونو مع باه. الباب تحل بشويه وحمزه دخل، عينيه جاو مباشره عليا ومن بعد على الصوره اللي طايحه في الارض. سكت، ما قال حتى كلمه، غير قرب وشد الصوره وبدا كيشوف فيها. انا كنت واقفه وكنت راعد، ما قادره لا نهضر، ما قادره كاع حتى نتنفس. وباه جالس في الصاله وحتى هو ساكت، ولكن عينيه تبدلوا، ولات فيهم واحد الخلعه اللي ما عمرني شفتها فيهم. حمزه هز عينيه فينا بجوج وشافنا بواحد النظره ما فيها لا غضب لا حتى شي حاجه، غير الصدمه وخيبه الامل. شويه هو يقول فهموني، وهاد الكلمه كانت تقل من اي غوت. حاولت نهضر ولكن لساني كان ثقيل، ما عرفتش منين نبدا ولا شنو نقول. باه دخل وهو يقول راه غير سوء تفاهم. حمزه وقفه وهو يقول ليه اسكت با، اول مره غادي نشوف حمزه بهاد الطريقه. ولكن مكالمي ولكن بينا فيه معصب. قرب ليا وهو يقول واش هادشي اللي كان في بالي صحيح؟ دموعي طاحت وما قدرتش نكذب، غير هزيت راسي وانا نقول ليه ايه. حمزه رجع اللور وهو يشد في راسو بيديه كأن الدنيا ديك الساعه دارت بيه. شاف باه هو يقول لي حتى انت. باه ما جاوبش، ولكن هذه كانت اقصى اجابه. شويه سكتوا بجوج ولكن هذاك الصمت كان ثقيل. شويه حمزه ضرب الطابله وبيدو وهو يقول علاش. صوته كان عامر بالالم ماشي غير الغضب. واش عمرني قصرت معكم بجوج في شي حاجه؟ وانت با شنو هاد الشي؟ باه بقى ساكت، من بعد هو يقول كلمه واحده وليدي راني غير ضعافيت. حمزه بقى كيضحك هو يقول ضعف؟ هادي راه خيانه با خيانه، واش ما كتعرفش؟ وراها ما كتغتعفرش. انا كنت واقفه في النص، كنت كنحس براسي ضيعت كل شيء. راجلي اللي كان خاصني نصبر عليه خنتو، والراجل اللي وثقت فيه خدعني. بديت كنقول اسمح لي ما كانتش في وعي داعي، والله الا كنت ضعيفه، ولكن حتى انا كنت عارفه هاد الهضره ما كتعني والو، حتى انا غلط وحتى انا خاصني نتحمل المسؤوليه. حمزه شد السوارد ديالو وهو يقول لي غدا غتمشيو للمحكمه. حسيت بالارض تهزات تحت من رجلي. طلاق كلمه صغيره ولكن دمراتني. قبل ما يخرج وقف قدام الباب وهو يشوف فيا وهو يقول من اليوم ما عنديش با، ومن اليوم ما بقاتش عندي ما. سد الباب وهو يمشي، وبقيت انا وباه مصدومين. ولكن هاد الصمت ما كانتش النهايه، حيت اللي غادي يوقع من بعد اخطر بزاف من هادشي اللي طرا. كاين لحظات كتمنى الارض تبلعك، ولكن كاين الاسوأ، هي ملي الفضيحه ديالك تولي على لسان كلشي. في داك الليل ما نعس، كنت كنسمع غير الصوت ديال الباب كيفاش سدو حمزه، والهضره اللي قال بقى ليا في ودني من اليوم ما عنديش با. حسيت براسي خسرت كلشي، زواجي، كرامتي، وحتى راسي. باه كان جالس في الصاله وساكت بحال الا ما واقع والو. شفت فيه وانا نقول ليه علاش درتي هادشي؟ جاوبني ويقول لي ايوا حتى انت كنتي باغا. داك الجواب كسرني بزاف. فهمت واحد الحاجه، انا كنت كنغرق وهو كان كيدفعني اكثر واكثر. في الصباح حمزه ما رجعش للدار، تليفوني كان طافي، ولكن الخبر وصلني وبطريقه اخرى. اختو عيطات ليا وصوتها كان معصب فينك شنو درتي؟ العائله كامله عرفات. هذيك الساعه في قلبي طاح كيفاش. تبين ان حمزه ما سكتش، جمع العائله وقال لهم كل شيء. الام ديالو تصدمات واختو حتى هي ما صدقاتش، والهضره بدات كدور من دار لدار حتى ولا موضوع الحومه كامله. ولات كنخرج كنحس بالناس كيشوفوا فيا وكيتهامسوا ويهضروا عليا. هاديك راه هاديك هي مرات الفضيحه. والفضيحه ولات حقيقه. ما داش نهار حتى جاو لعندي موت حمزه كانت كتبكي وهي تقول لي كنت كنحس بك بنتي ياك محشومه شعلك. ما لقيت ما نقول، بقيت غير كنبكي وساكته، ولكن الصدمه الكبيره كانت من واحد اخر.
وباه وقف قدامهم هو يقول المسؤوليه ماشي ديالها بوحدها. شويه ويسكت كل شيء، ولكن ما كملش الحقيقه وما قالش انه هو اللي بدا، ما قالش انه استغل الضعف ديالي. تما فهمت انه غادي يخليني نتحمل كل شيء. حمزه رجع للدار واخيرا عينيه تبدلوا، ما بقاوش داك الانسان اللي كنت كنعرف. شويه هو يقول قدام كل شيء طلاق غادي كل يوم، وما بغيت حتى علاقه تبقى جامعانا بها. كل شيء واقف حتى انا ما بقى عندي ما نقول. ولكن قبل ما نخرج شفت باه هو يشوف فيا بواحد الشوفه بحال راه ربح زعما. رجعت للدار ديال الوالديه، ولكن القضيه ما سالاتش. واحد النهار جات عندي واحد المراه كبيره في العمر، شويه وهي تقول لي خاصك تعرف ابنيتي الحقيقه كامله، راه ماشي مره وماشي جوج اللي غادي يدير بحال هاد الشيء. انا تصدمت، قلت لها شنو؟ قالت لي داك الراجل سبق ليه قرب لبنات اخرين حتى العيالات ولادو. ديك الساعه خوتي الدم تجمد في عروقي، فهمت انني ما كنتش الضحيه الوحيده. بديت كنربط الاحداث بطريقه كلامه والثقه الزايده والبروده ديالو. كل شيء كان مخطط ليه. واش انا كنت غير حلقه في واحد السلسله ديال الخيانات؟ وفي ديك اللحظه قررت حاجه واحده، ما غاديش نبقى ساكته. كاين نوع ديال الندم كيكسرك، ونوع اخر كيقويك باش ترجع وتدمر اللي دمرك. رجعت للدار والديه، ولكن ما كنتش نفس السعاد. داك الخوف وداك الضعف مات، بقى غير الغضب ورغبه وحده نقول الحقيقه وكامله. ما بقاتش القضيه غير خيانه، ولات قضيه ظلم. بديت كنقلب وكنبحث وكنرجع لكل التفاصيل. تفكرت داك النهار ملي سمعته كيضرب في التليفون وهو يقول خاصنا نخبيو كل شيء. شكون حنا؟ مشيت لعندو لدارو ولكن ما دخلتش، بقيت غير كنراقب فيه. شفت واحد السيده كتخرج من عنده ماشي من العائله، وانا نتبعها. وصلت لزنقه بعيده، دخلت لواحد الدار صغيره، تسنيت ومن بعد دقيت الباب. حلت لي وهي تشوفني وهي تخاف. قلت ليها بغيت غير الحقيقه، واش كتعرفي هذا الراجل؟ سكتت ومن بعد دموعها بداو يطيحوا. انا ما فهمت والو. قالت لي صافي انا حياتي ضاعت. بدات كتبكي وهي تقول لي باللي راها كانت خدامه عندهم، وبدا كيقرب لها بحال كيف ما دار معايا وما وقفاتوش. قالت باللي مرات ولدو الكبيره زعما قبل من راجلي حمزه وقع ليها نفس الشيء. حسيت براسي كنسمع في فيلم وما حسبتوش ان هذا واقع. هذا الراجل ماشي غير خائن، راه مريض، كيستغل القريب والبعيد والثقه اللي كتجمعهم، حتى كيعطيك شي دقه من الداخل اللي انت ما كتقدرش اصلا تستوعبها. رجعت للدار ودماغي كان شاعل، ولكن دابا فهمت كل شيء. عرفت ان السكات ديالي غادي يخلي ضحايا اخرين يجيو. قررت ندير حاجه واحده، نفضحو قدام كل شيء، ولكن بطريقه ما يتوقعوهاش. عيطت لحمزه اول مره جاوبني من بعد طلع. قلت ليه عندي دليل على باك. في الاول ما صدقتش، ولكن ملي قلت ليه كل شيء سكت. اتفقت معاه نتلاقاو انا وهو ومعانا ديك السيده. في داك اللقاء كل شيء تبدل. السيده عاودت وانا عاودت. حمزه كان كيسمع وعينيه تبدلوا من الغضب للصدمه للندم. قال واش ممكن انا زعما كنت ظالمك؟ جاوبته وانا قلت ليه انا غلط ولكن ماشي بوحدي. حمزه وقف ولكن قال كلمه واحده، هاد الشيء ما غاديش يدوز هكا. ولكن اللي ما كنتش عارفه انه با كان عارف كل شيء وكان كيتسنى في هاد المواجهه. وفي هاد اللحظه توصلنا بواحد المكالمه، كان صوت غريب هو يقول الا بغيتي الحقيقه سر للدار القديمه. كاين اماكن ماشي غير حجر، كاينين اسرار، ولا تحلات غادي تدمر كل شيء. داك التليفون خلى قلبي يحبس. سير للدار القديمه، شنو كاين تما زعما؟ وشكون اللي عارف هادشي كامل؟ حمزه حتى هو كان معايا. شفت وجهه خالط ما بين الخوف والغضب. قررنا نمشيو حيت دابا ما بقى ما نتخسر. وصلنا للدار مهجوره بعيده على الناس، بابها مصدي ولكن ماشي مسدود. دخلنا، ريحة الغبرة والظلام وإحساس غريب بحال إلا شي حاجة مخبيانا سنين. كل خطوة كنا كنسمعوها كانت ثقيلة. في واحد البيت لقينا واحد الصندوق قديم، حلو حمزة وتما فين كانت الصدمة تصاور، رسائل وأسماء نساء مختلفين، كلهم عندهم علاقة بنفس الراجل اللي هو بوات حمزة. في واحد الرسالة مكتوب ما قدرتش نسكت،
راه كيستغلنا كاملين، ولكن خايفة نقول الحقيقة. الصراحة التاريخ كان قديم، يعني هادشي ماشي جديد. حمزة جلس في الارض وحط يدو على راسو. شويه هو يقول عشت مع حياتي كامله وما عارفش هادشي. شويه وحنا نسمعوا واحد الصوت جاي من اللور، واخيرا عرفتو. تلفتنا لقينا واحد الراجل كبير في العمر، كيبان عليه بحال عيان، ولكن عينيهم كانوا هازين حزن كتير. شويه هو يقول انا راه خوه. بدا كيعاود لينا وقال بلي خوه من صغره كان عنده ميول خطير، وكيستمتع بالتحكم في الناس، خصوصا الناس القراب، وبالضبط العيالات. العائلة كانت عارفة ولكن خبت الموضوع وخافوا من الفضيحة، وكل مرة كان كيوقع نفس السيناريو. ولكن المفاجأة الكبيرة، قال حتى الأم ديال حمزة ما كانتش خارجة من هاد الشيء، تا هي مسكينة ما دارش لها استثناء. حمزة وقف هو يقول لا مستحيل، ولكن الراجل عطاه دليل، عطاه رسالة قديمة بخط اليد الأم ديالو. كل شيء تهدم. في ديك اللحظة فهمت أنني ما كنتش خائنة، كنت ضحية في واحد اللعبة ديال واحد الراجل مريض وتكررت سنين هادي. ولكن هادشي اللي فهمت ما مسحتش الغلط ديالو. قبل ما نخرجوا لقينا واحد الحاجة أخيرة في الصندوق، تسجيل ديال الصوت ديالو. حمزة شعلوه، كان الصوت باه كيقول حتى واحد ما يقدر يوقفني، وحتى ولدي. كاين لحظات الحقيقة فيها كتكون مرة، ولكن إلا سكتي كيكون خطر من هاد الشيء. التسجيل الصوتي بقى كيدور في ودنيا حتى واحد ما يقدر يوقفني، وحتى ولدي. حمزة جا التليفون بيديه وعينيه فيهم العافية خارجة، وهو يقول اليوم كل شيء غادي يسالي. رجعنا للدار، نفس الدار اللي بدات فيها القصة وغادي تسالي فيها، وباه جالس بحال العادة مكالمة وما ناقصو حتى شي خير. ولكن هاد المرة ما كانش عارف شنو اللي جاي. حمزة دخل وحط السجل قدامه وهو يشعله، وباه تبدل. اول مره غيبان عليه بلي راه بصح مخلوع. شويه هو يقول هادشي مفبرك، ولكن حمزه خرج التصاور والرسائل وحتى الشهود، انا والسيده وخوه وحتى هو، ولكن راه كلشي واضح. حمزه قرب ليه هو يقول دمرتي حياتي وحياة بزاف ديال الناس. باه حاول يدافع على راسو، ولكن ما بقى عنده ما يقول. لاول مره بان ضعيف قدام كلشي. الضحيه ما بقاتش عائليه، دفعوا شكايه وبدا التحقيق فيها. الناس اللي كانوا ساكتين خرجوا وبداو كيهضروا واحد بواحد، وبانت الحقيقه. داك الراجل اللي كان كيخبي كلشي تفضح قدام الناس كاملين. وانا رجعت نعيش مع الندم ديالي. بصح كنت ضحيه، ولكن حتى انا غلطه. تعلمت بني الوحده ماشي مبرر للخيانه، والثقه خاصها حدود. بديت من جديد بشويه بشويه، ولكن بالوعي. حمزة تبدل بزاف، قطع العلاقة مع الماضي كامل، بدا حياة جديدة وبعيدة. قبل ما يتفارق معايا نهائيا قال لي سمحت ليك ولكن ما نقدرش نرجع. ولكن الصراحة كان عنده الحق. القصة ما سالتش بانتصار، ولكن سالت بالحقيقة، وهاد الحقيقة علمتني واحد الدرس اللي عمرني ننساه. كاين ناس ماشي كيحطموك مباشرة، ولكن كيدخلوك في طريق حتى كتضيع بوحدك. الا وصلتي لهنا انا كنشكرك وكنقول لك راك قوي. ما تنساش دير لايك وتشتركوا في القناه، حيت القصص اللي جايه غادي تكون اكثر صدمه وتشويق. باي باي حبايبي.